ما تخليش الكيبورد بتاعتك اللي انت هتستخدمها على لابتوب، خلي الكيبورد اللي هي بتاعه الديسكتوب العادي، لان انت هتمتحن على ديسكتوب. فالكيبورد اللي انت هتستخدمها تبقى كيبورد بتاعه يعني بتاعه ديسكتوب، مش بتاعه اللابتوب خالص. دي برضو نصيحة عشان تعود نفسك، انه طبعا الحساسية بتاعه الديسكتوب بتبقى اقل شوية من الحساسية بتاعة الكيبورد بتاعة اللابتوب. فانت حاول ان انت تعود نفسك على الكيبورد بتاعة الديسكتوب مش بتاعة اللابتوب. ويا ريت لو تبقى قديمة شوية، يعني ما تبقاش من اللي هي حاجة جديدة وبتاع، لا هات واحدة تكون مستخدمة او مستعملة او مركونة عندك بقالها شوية، فاتعلم عليها شوية. لان ممكن وارد في الامتحان تدخل تلاقي مثلا الكيبورد فيها حرف بيعلق، تلاقي الانتر مش عارف بيعمل ايه، تلاقي ممكن حرفين ثلاثة يخشوا ورا بعض. فحاول ان انت تحط نفسك في مش عارف بيسموها ايه، في اسوأ السيناريوهات اللي ممكن تحصل وانت في الامتحان. دي حاجة برضو